عزيزي المشاهد، خليني اقول لك الف مليون مبروك على الفوز ببطوله الدوري. بطوله كانت صعبه، بطوله كانت رخمه، يعني بطوله جايه عارف يعني ها كده مش سهله، الموضوع كان صعب. عماد النحاس جه انقذ الاهلي بصراحه. يعني اعتقد لو مارسيل كولر كان مكمل ما كانش زماننا النهارده بنحتفل بالدوري، لان الراجل كان خلاص فقد الشغف وفقد كل شيء وفقد حتى ذاكره التدريب، فالراجل كان بعيد جدا. ولكن عماد النحاس بيجي من بعيد بياخد النادي الاهلي يغسل له وشه والدنيا تبقى حلوه. والختام هو مسك الختام بصراحه، من احسن المباريات اللي اتلعبت للنادي الاهلي من فتره كبيره جدا. من فتره كبيره جدا الواحد ما شافش النادي الاهلي بالقوه دي وبالعنف دي وبالشراسه دي، وجون ورا جون ورا جون ورا جون، وكل جون احسن من التاني، وكل جون ملعوب، وكل جون فيه شغل، وكل جون فيه حاجات كتيره جدا، فحاجه عظيمه جدا. ودوري من الدوريات اللي الواحد بص كان هيتضايق قوي لو الدوري ده راح، هو بالذات لبتوع السطوح، او قصدي سوري بتوع الطموح اللي طلعوا على السطوح بس طاروا بقى في الهوا، طاروا. معلش يا حبيبي، الدوري مش اي حد بياخد الدوري، الدوري ليه ناسه والمكان بتاعه معروف، هو في الجزيره. طب بقى تتنطط لي وتعمل لي مش عارف ايه، ولكن معلش يعني حاول بقى مره تانية ولا بتاع، انت واخواتك بتوع البليله يمكن لعل وعسى في يوم من الايام يعني يبقى مكتوب لكم ان انتوا تاخدوا بطوله الدوري، ولكن المره دي لا، المره دي لا. واتعلم حاجه بقى، وانا بقولها لك اهو، اتعلم حاجه للمستقبل. لما الاهلي بيطلع يركب على الدوري كل سنه وانت طيب، لما يكون معاك فرق حافظ عليه، لانه بمجرد ما يروح والاهلي يركب على الدوري كل سنه وانت طيب، خلصت خلاص خلصت. احنا ما بتفرطش في الدوري. خليني اكون واضح وصريح معاك، ده من اسعد الدوريات اللي الواحد عدت عليه. يعني الدوري ده، ويمكن الدوري اللي هو كان القديم اللي هو كان بتاع الدوري التركي آل الشيخ، واللي هو كان بدايه ظهور هذا النادي اللذيذ وهو نادي بيراميدز. عايز اقول لك ان ده برضو من الدوريات اللي كانت يعني عارف تحس ان الدوريات كلها كوم، والدوري ده كوم. فالدوري بتاع 2019 اللي هو كان بدايه ظهور هذا النادي اللذيذ، والدوري بتاع المره دي برضو من الدوريات اللي تحس ان الواحد كان مبسوط ان هو عارف فيهم حته كده. زي كده مثلا القاضيه، انت خدت بطوله افريقيا كتير بس القاضيه ليها مكانه كده في قلبك، تحس ان هي لا حته تانية، ما ينفعش ان انت يعني ايه هي القاضيه، فاهم؟ فهي القاضيه، بطوله القاضيه دي تحسها بطوله، ما انت خدت دوري كتير ولكن في بص كده كام دوري تحسه من الدوريات المهمه، فده ينضم الى لستة الدوريات. حاجة مهمة لازم الواحد يتكلم عليها، طبعا النهارده المباراة كانت بص رائعة على جميع المقاييس، اهداف تلاقي، لعب تلاقي، اسيستات موجود، ترقيص موجود، لعب حلو موجود، روقان موجود، الدنيا كانت حلوة ولذيذة، ويعني بص كانت حاجة عظمة جدا. وختام فعلا ختام قوي، ختام قوي لمسيره انا بشوف ان هي قصيره ولكنها ناجحه في نفس الوقت، وهي مسيره عماد النحاس مع النادي الاهلي. عماد النحاس اللي يستحق كل الدعم وكل الشكر على اللي عمله مع النادي الاهلي، الراجل اللي جه في وقت صعب جدا، الراجل اللي جه في وقت انت اصلا ما كانش ليك في الدوري والدنيا كانت بايظه، وكل سنه وانت طيب وكل عام وانتم بخير، والموضوع كان صعب عشان ياخد الفريق من حاله الانبطاح والنزول، وكل قول بقى كل اللي انت عايزه، اللي كانت موجوده مع السيد مارسيل كولر اللي كان فاقد الشغف والتدريب وحتى الفكر في اواخر ايامه، لدرجه ان انت وصلت ان اللعيبه ما كانتش قادره اصلا، يعني تحس ان هي وهي جايه اصلا على الاستاد تحس ان هي كانت يعني مش قادره. فالراجل خدك من حته ضايعه واقعه كده لحته ان انت النهارده بتحتفل ببطوله الدوري، فده شيء يعني لو تعلمون عظيم. اول حاجه لازم الواحد يقولها هي شكرا عماد النحاس، شكرا 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 عماد النحاس، فتره صغيره ولكنها مؤثره ومؤثره جدا، ويعني بصراحه شابوه شابوه عماد النحاس، يعني بصراحه عملت اللي عليك وزياده دي يعني. فهو دوري عماد النحاس طبعا لا ننسى الجندي المجهول اللي كان بيطلع كل مباراه ينقذك في الاواخر، وهو ياسر ابراهيم اللي انقذنا طبعا في مباريات كتيره من بتروجيت، وانت ماشي بقى بتروجيت ومش عارف ايه وسيراميكا ومش عارف، الراجل اللي كان ليه بص طلعات. وطبعا المباراه اللي فاتت اللي لما عمل الاسيست اللي كان في اخر ثانيه، فطبعا الراجل الذي لن ننساه طبعا ياسر ابراهيم. اخر حاجه يعني انا الفيديو ده مش هطول فيه، مش هتكلم فيه كتير لانه يعني هنتكلم بقى بعد كده اكتر. واخر حاجه عايز اوجهها هي رساله طبعا لعلي معلول، اللي تعتبر المباراه دي هي اخر مباراه لعلي معلول على المستوى المحلي. مش عارف بقى هل هنشوفه بعد كده في كاس العالم ولا لا، ولكن
يعني هو علي معلول يعني من اللعيبه اللي الواحد مش عارف يتكلم عليه ويقول ايه، ولكن هيظل اسطوره من اساطير النادي الاهلي. علي معلول هو اسطوره من اساطير النادي الاهلي، واتبسطت جدا ان اللاعب نزل. وبص لما حتى وهو نازل يعني تحس انه يعني هو مش نازل تكمله عدد، ده هو نازل اداك اسيست. يعني الراجل بص حتى وهو يعني ب- بربع حالته مس عليك اللي هو صباح الفل خد اسيست. علي معلول يا جدعان ده حاجة عظمة. علي معلول ده حاجة عظمة. اعتقد ان احنا محتاجين يعني نراجع الموضوع بتاع علي معلول ده. اعتقد هو ممكن يلعب موسم كمان مع الاهلي، اعتقد يعني ممكن يلعب موسم كمان مع الاهلي. معرفش انت تأيد الكلام ده ولا لا، ولكن انا شايف ان اللاعب لا يعني تقيل. الراجل كل نازله ليه كانت باسيست، كل نازله ليه كانت بحاجه. فبالتالي اعتقد موقفه محتاج ان احنا ايه نراجعه شويه، لانه زي ما بقولك هو اسطوره من اساطير النادي الاهلي. اعتقد ان انت محتاجه على الاقل موسم كمان مع النادي الاهلي. يعني اخر حاجه مليون مبروك ليكوا، مليون مبروك لينا. فوز ببطوله دوري مهمه جدا وكانت صعبه جدا. فافرح واتبسط وسيبك من الناس اللي هتحاول تعكنن عليك اليومين اللي جايين دول بقى حوارات المحكمه الرياضيه وحوارات مش عارف. سيبك من القصص دي كلها وافرح واتبسط وسيبهم هم ايه في المحاكم والكلام ده كله. وبعد كده نبقى ايه احنا رايحين كاس العالم والكلام ده كله، مش فاضيين للهبل ده كله. تمام. تمام.